شيء لا يصدق. مش مهم العب زي ما قال، مهم اتعامل باحترام، اريد الاحترام من اجل ما قدمته. ادي امامنا هنا بيانيتش، الكره العاليه وادي استلام وجيكو، الصعبه جابها على طول. يا سلام على الهدف، الهدف ده قيمته ايه؟ الهدف قيمته استعاده الثقه عند جيكو. هدفه الخامس، سجل في اليوفي ولاتسيو وبولونيا وكان سجل في كاربي. يسجل الصعب ويضيع السهل، وهدف ياتي في وقت مناسب، لم يترك يعني المجال للحديث كثيرا حول الهدف اللي اضاعه بغرابه. واستلم حلو قوي، حلوه الكوره العرضيه بالجنب اليمين فلورنسي، ويا ولد على الاستلام وبالشمال بقى المره دي، هو بتاع الصعب مش بتاع السهل. ادي جوهره البوسنه جيكو، وتعدي الكوره بين قدمي الحارس الاسترا، وامامنا هو حطتها ايه، قنبله. اذا جيكو يسجل، جيكو سجل بعد ما ضيع. شوف بقى يعني الزملاء رايحين له امامنا بيهنوه على الهدف. غايب النهارده عن المباراه، لم يشارك. ايضا اللاعب سبولي لم يشارك اساسيا. اللاعب تشوتشيف ايضا لم يشارك في مباراه اليوم. واللاعب ايضا اللي يعني النهارده اللاعب كوازون، اللاعب الغاني الاصل السويدي الجنسيه ايضا كوازون، لكن في دكه المدرب. كرة تطلع إلى خارج الملعب، رايح لها أمامنا 4 ركنيات في اللقاء، 4 ركنيات في المباراة، 4 ركنيات لروما. ومايكون اللي أحد نجوم هذه المباراة، واللي لاحت لي فرصة مهمة قوي من كرة كانت جميلة الحقيقة اتعملت من فلورنسي، ومايكون حطها في باطن قدمه كده إعادة العرض. فلورنسي ركنية رابعة في اللقاء. روما ركنية على القائم الأول، ولكن تصل كرة إلى كايتا. كايتا جول أول. سيدو كايتا أمامنا هنا يسجل في هذه اللحظات هدفين ليه في الدوري الموسم الماضي، وأمامنا هنا هو في 12 مباراة لعبها بيسجل أول أهداف هذا الموسم. سيدو كايتا، ادي كايتا يسجل هدف في الدقيقة 52. سيدو كايتا اللاعب المالي يسجل من الركنية. امامنا اهو الكرة وصلت له وعاملها باليمين رايحة في المقص، صعبة جدا. نادي باليرمو بقول لحضراتكم منكمش دفاعيا، وهدف جميل من جانب اللاعب سيدو كايتا في هذه اللحظة وفي هذه اللقطة، يضعها قوية وطبعا صعبة جدا. وسباليتي هنا يصفق لكايتا على هذا الهدف اللي سجله في مباراة اليوم. هدف لسيدو كايتا. ادي سباليتي. حقيقة موضوع توتي اكيد موضوع يطرح نفسه بقوة. سيدو كايتا خامس منذ خسارته امام اليوفنتوس، يعني فاز نادي روما في 4 لقاءات متتالية. فوز كان على فروزينوني وعلى ساسولو وعلى سامدوريا وعلى كاربي، لكن طبعا خسر بأداء الى حد ما مقنع امام نادي ريال مدريد. ادي الهجمة محمد صلاح، يا ولد يا صلاح يا جميل، يا صلاح يا جميل يا صلاح. ادي هدف جميل لمحمد صلاح، دائما يسجل، دائما يمتع، دائما يبدع، يضعها باقتدار، جات لك على شمالك ويسجل هدف الثامن في هذا الموسم. محمد صلاح في الدقيقة 60 بهدف جميل. ادي امامنا كايتا، بص شوف امامنا بيانيتش، وادي جيكو فيها شك شوية تسلل، ولكن محمد صلاح بقى يضعها باقتدار بهدف جميل، بلمسة ما هي يعني الا همسة ولمسة رائعة. شوف امامنا ادي الكرة من جيكو فيها شك شوية، لكن صلاح يا ولد يا صلاح بقى ايه، خطاه حلوة. والحارس طبعا الاسترا يعني ايه مستمتع بالاهداف، وصلاح يسجل في الدقيقة 60 من خلال هذه الكرة اللي فيها شك شوية. روما اكبر فوز 4-0 لما فاز في عام 2007 لما سجل مانسيني هدفين، وكان سجل توتي هدفين، ولكن توتي النهارده في المدرجات في 5-1 برضه مرتين. وادي هجمه وانطلاقه يانجولان مع صلاح ومع جيكو. يانجولان محمد صلاح استلم صلاح واستلم وخدع على يمينه، لكن طولت، لكن لسه كره خطره وصلاح في الملعب. يا ولد كره من على خط المرمى، الهدف ايه؟ الهدف الرائع. الاولى ضاعت،
لكن الثانيه بلمسه عاليه باحساس عالي بهدف جميل. محمد صلاح يسجل هدف هو الاروع، وتوتي يبتسم لان توتي هو القائد هو القيصر، ولكن هنا محمد صلاح هو ملك هذا الملعب، هو المتألق. فادي اللمسه بتاعت يانجولان، استلم لكن طولت وخلاص قلنا خلصت، لكن باحساس عالي من على خط المرمى. يا ولد يا ولد، هدف تاريخي لمحمد صلاح المصري في هذه اللقطه. هو يضعنا دائما في حاله الفخر والانبهار بهذا الاداء الممتع. اذا بالغت سامحوني، لان محمد صلاح يفعل اشياء صعبه في هذه الملاعب الايطاليه. المصري يتألق. بص يانجولان، هي من اولها حلوه صحيح، طولت وقلنا راحت وضاعت، ولكن محمد صلاح ياتي بالابداع، والابداع ان ياتي بشيء غير متوقع. وفلورنسي ونيانجولان وروما يقسو على باليرمو بنتيجه هي حتى الان يعني واحده من اكبر النتائج في ظل امامنا فلورنسي في وسط الملعب في الجنب اليمين بقى يعني كمدافع. وادي كرة من جيكو، يا ولد يا ولد على الفوز التاريخي بقى. 5-5 وخميسة هنا من جانب جيكو، يسجل هدفه الثاني في هذه الليلة والخامس في اللقاء، والهدف السادس ليه هذا الموسم. سجل في اليوفي ولاتسيو وبولونيا وكيربي، والنهارده مسجل هدفين. شأنه شأن محمد صلاح. ادي امامنا جيكو يصالح الجميع، ضيع فرصة سهلة جدا، ولكن هنا بقى الثقة وجيكو يضعها قوية. 5-0 هو اكبر فوز في تاريخ اللقاءات ما بين الناديين في الدوري الايطالي في هذا الملعب، وتنتهي المباراة بخماسية حتى الآن بأداء رائع و5 أهداف وأداء مميز جدا. وصلاح سعيد بالأهداف. إيه جيكو، كايتا، محمد صلاح. هدفين لجيكو، هدفين لصلاح، وهدف لكايتا، وبسم الله ما شاء الله على يعني اللاعبين اللي مشرفين الحقيقة.